عادي جدا. اليوم كما قال لك سمع معناتها مجدة في الحصة الفارطة، قال لك يكسب ثقة ويكسب الخبرة معناتها نتاع الكأس العالم. المغرب في كأس العالم هذا الناس الكل تكهنت له باش يكون في النصف النهائي، باش تعاود سيناريو نتاع قطر. انت نحكي مع مروان تاجر. لا فرحان عليه كيف انا فيك فرحان ولا مش فرحان؟ لا فرحان خلينا نقولوها بصراحة. الله غالب اليوم احنا كورتنا بلغة أخرى تاع عيسى. الله غالب نمشيو نحن القلب يعطينا الفرق العربية. احنا نجم نقولوا البرازيل هي المغرب هي البرازيل نتاع العرب، واحنا عندنا فخر اليوم اللي المغرب اللي تشرف الكره العربيه. بالعكس انا نزيد نشجعهم اليوم باش يعطيو صوره باهيه كيما الكاب فير البارح مع الارجنتين. معناتها نحكي على الكره الافريقيه زاد كيف المغرب لازمنا نساندوها. هذه الوضعيه اللي صارت لنا كيما قلت لك صاحبي رانا قعدنا كان نهنيو. نحن اليوم ذيك هي اليوم الكره نتاعنا نحن نغزروا للمغرب. الله غالب الجزائر ما كانتش عندها حظ وكانت خرجت. خنقعدوا اليوم المغرب على الاداء اللي قدمته وتستحق تكون في الربع النهائي. الله غالب القرعه جات باش تكون مع الفريق الفرنسي اللي هو الفريق الفرنسي الناس كنت باش يكون هو البطل نتاع كاس العالم هذايا. اليوم المغرب ان شاء الله هو يكون زاد كيف ان شاء الله راهو في النصف النهائي. والله غالب كما قلت اللي يخدم يلقى صاحبي. واضح. عنوان البارز اعتقد هو انه المغرب ياكد مره اخرى الواقعيه نتاعو انه اصبح فريق عالمي. حتى كان ما ثماش المردود في فترات من المباراه، فريق يعرف كيفاش يخرج بالاطراح نتاعو، يعرف كيفاش يربح. المغرب اليوم اذا باش نعطيه عنوان اعتقد انه نقول معناتها المغرب كيفاش يقولوها او دوسو دو لو، معناتها عمل باليخ. فوالا المغرب في مستوى اخر، المغرب بنسخه ولا بامضاء الدوحه. يعني احنا قاعدين نشوفوا في نفس المغرب نتاع الدوحه وربما اقوى. وهذايا معناتها نبدا منين نكمل مروان قال اللي يخدم يلقى. وهنا معناتها الحقيقه انا ما نشاطرش مختار دبوس في الكلام نتاعو. صحيح الكلنا معناتها تاسفنا والكلنا معناتها تغششنا والكلنا معناتها احزننا للمردود الكارثي نتاع المنتخب نتاعنا في المونديال، لكن المغاربه والمصاروه والجزيريه والكاب فير والسنغال يقعدوا معناتها دي زافريكان ويقعدوا هذوما جيراننا واخواتنا نفرحوا لهم. انا نعطيك دي ستاتيستيك في الدور الثمن النهائي الدور 16 يعني ترشحوا 16 فريق، 7 من امريكا 7 من اوروبا و2 من المغرب. معناتها اليوم اذا كان 2 من المغرب اليوم نقص 1 من امريكا قدام من القاره الامريكيه قدام المروك كندا. فانا ماذا بيا في الدور نصف النهائي نلقى لي زوج جمعيات، على خاطر احنا كتوانسه نفرحوا لاخواتنا. قلت انت قعدنا كان نهنيو، صحيح نهنيوهم خاطرهم اخواتنا وخاطر هذاك طبعا احنا التوانسه نفرحوا لجيراننا ونفرحوا لاخواتنا العرب. لكن اتمنى على المكتب الجامعي هذا انه ما يقفش في حد التهن او ارسال برقيه تهن. اتمنى عليه انه يلقى خارطه الطريق، يلقى معناتها ان بلان نخدموا به. المراركه نرجع لكم للتاريخ، تتذكروش ثم مباراه وقت اللي فوزي البنزرتي يدرب في الفريق المغربي الرجاء ولعبوا كوب دي موند في المغرب فينال مع البيان. لا مش على الفينال. الصوره وقت اللي المطر صبت في التيران يجبدوا في الماء بالركلات. التصويره هذيك حاطينها في ملعب مولاي محمد. علاش؟ على خاطر من التصويره هذيك خدموا على رواحهم، خدموا المنشآت، خدموا الملاعب والبنيه التحتيه، خدموا مراكز التكوين، خدموا على رواحهم. راهو يجي نقول لك رد بالك، راهو الملاعبيه صحيح يلعبوا في اوروبا اما 80% منهم خرجوا من المغرب. راهو 80% الحارس بونو لعب سينيور في الكيب نتاعو في المروك ولعب فينالات ضد فرق تونسيه وناحي من الاكاديمي نتاع محمد خامس. دونك هذوما ناس خدموا على رواحهم. نتمنى انه نحن نقلدوهم في العمل، ما فيها باس معناتها. راهو ما ثماش عيب وما ثماش حشمه في انك تاخذ التجربه الناجحه نتاع العباد الناجحين. ما تصورش انه يلزمني نعتذر لاني في كل الحالات عندي المقاييس بتاعي والمعايير اللي حكيت بهم. لكن برسمك يا لطفي ميساج ما تقول صاحبي شبيه كبش فيا يودي ما راهو
قوه كي تعتذر. لا لانك قلت لي لا انا مقاييس تحكي عليها جمعيه تفتح في الناس على بعضها وتقول لي مقاييس. مش هذا المقصود. انا مش نقصد اللي كان يطلب اعتذار بالطبيعه في كل الحالات نعتذر، لكن بهذا بالذات مازال المنتخب المغربي الحقيقه انا شخصي نجم نكون غلط مازال ما قنعنيش 100%، والامتحان الجاي ضد فرنسا يورينا بالفعل هل اسكن المنتخب المغربي قادم. احنا نحكيو على مشي اكثر، يعني مشي للنهائي وممكن يفوز بالكاس العالم، لانه بالنسبه للمنتخب المغربي نصف النهائي ولا شكون قال لك فرنسا تنجم تتعدى؟ لا مش مازال ماتشوها ما تلعبش. ما قلتش يعني، لكن أنا قلت اول امتحان جدي للمنتخب المغربي هو مقابل فرنسا. كمان معناها بالنسبه للمغاربه والمنتخب المغربي النصف النهائي موش انجاز لانه وصلوا له، لكن تو احنا اللي كان بالفعل نقولوا عمل انجاز في الكاس هذه يا يوصل الفينال يا يهزها، ولهذا اول امتحان جدي هو مقابلته مع فرنسا، لانه قبل المنتخب الفرنسي والمقابله هذه المقابلات اللي تجاوزهم سامحني هي سباق موانع، يعني كورس هي يعني ابار مقابله البرازيل، والبرازيل سامحوني ماهيش في المستوى العادي نتاعها، ما ريناش مقابله اللي ابهر بها معناها. خليه سي صالح خليه تفضل واصل. حتى هولندا واصل اطروحه. هولندا معناها المغرب ما با دوميني، يعني كما تقول انت معناها مشات للبنالتيات 74% كمال خليه حاج خويا كمال من فضلك خليه. شوف السعد نحب نقول ان النجاح نتاع المنتخب المغربي هو المشكله اللي احنا عندنا، لان احنا بصراحه معناها نحكي على مستوى تونس هي حكايه عقليه وحكايه معنويه، احنا ما تعودناش بالانتصارات. خلى البار نتاعنا تونس نحكي على المغرب مش نمشي للمغرب لانه هما لطفي نعم رسمك خلينا نعمل شرب ماء. تعرفش علاش دوختني صدمتني؟ تعرف تحكي سامحني باش تسمي جمعيه، خلينا نسمي بلادي حتى كنت غشوا عليه، كاينك تحكي على اتحاد سلينا يلعب في المونديال مش امان المغرب بالروندمون هذا بالروح هذيا بالروح القتاليه وما قنعكش، شكون باش يقنعك؟ البرازيل شككت فيها مش في افضل حالاتها، معناها المنتخب المغربي تحب تقول حقه ما ترشحش المونديال. لا صعب خاطر نحطوا له في اطار ورا المقارنه والحكم نحطوا في اطار، انا ما قلتش رديتها مش جمعيه ولا جمعيه معناها ما نعتبروش بها، انا نرى نحكي على المستوى المغربي بالنسبه للمنتخب المغربي ما قنعكش. لا مازال قلت لك مازال ما قنعكش. لا مازال المقابله الجديه والامتحان الجدي مازال انا كنت نتمنى حاجه يا رب ان شاء الله يوفق المغرب وتهز كاس العالم ونسهلك بعد كاس العالم، انا متاكد تقول لي المغرب ما قنعنيش.